بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه رأيكم في الجمال ده؟ سحلب بالفواكه. هخليكي تعملي السحلب البودر في البيت. أحلى سحلب هتاكليه، معلش هتشربيه. أحلى سحلب هتشربيه. أنا بصراحة بقالي 5 سنين بعمله في البيت، بس تحفة تحفة. مش هتشربيه في أحلى كافيه، الطعم ده هتقولي السحلب بتاع زمان. بس ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وتعالي عشان أقولك اتعمل ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. المكونات بتاعتنا 6 حاجات: 3 كوبايات ونصين وربع. 3 كوبايات ونصين وربع زي ما انت شايفاهم كده. البطل بتاعنا هي الكوباية دي، ده بطل القصة بتاعتنا، ده بطل السحلب بتاعنا. طب ايه ده يا ماما نانا؟ ده يا حبيبتي دقيق رز. دقيق رز. ما عندكيش دقيق رز؟ انا ما اشتريتش دقيق رز. كوباية رز وطحنتها في مطحنة الخلاط، مفيش اي مشاكل. مفيش حاجة بتقف قدامنا، احنا ستات جدعة، مفيش حاجة بتقف قدامنا. كوباية رز وطحنتها في الخلاط، وبعد كده تعمليها بمصفى سلك. الناعم هينزل منها والخشن اللي يفضل في المصفى اطحني تاني، هيطلع معاكي كوباية دقيق رز ولا أي حاجة. بس كوباية دي مهمة للسحلب، من غير الكوباية دي مفيش طعم سحلب. وكوباية نشا، وكوباية سكر بودر، ونص كوباية لبن بودر، ونص كوباية كريم شانتيه خام، وربع كوباية سمسم. دي علشان كوباية قهوة أنا حاطة نصها، لكن هي تعتبر ربع كوباية من العادية. عايزة تكتري سمسم عن كده حطي، عايزة تقللي قللي براحتك، السمسم براحتك. هنجيب طبق ونفضي فيه المكونات بتاعتنا دي كلها. زي ما قلنا البطل بتاع القصة بتاعتنا دقيق الرز أو كوباية رز مطحونة، وعليها كوباية نشا، وكوباية سكر بودر برضو طحناه في المطحنة بتاعة الخلاط، السكر البودر، ونص كوباية لبن يكون كامل الدسم، ونص كوباية كريم شانتيه خام، والسمسم ربع كوباية سمسم. كده تمام؟ تمام. هجيب بقى شوية فانيليا عشان الريحة، بس يدي كده ريحة حلوة. هحط شوية صغيرة، دي فانيليا خام فهحط حبة صغيرة. هتحطي بواكي حطي باكو أو حطي باكوين براحتك. أنا ما كانش عندي جوز الهند، لو عندي جوز الهند كنت حطيت، بس لما أجيب هحط جوز الهند، مش هسكت، أنا بحبه بجوز الهند. فلو عندي جوز الهند حطي، بس عادي أنا هجيب وهضيفه بعد كده عادي. وممكن تحطيه وانتي بتعمليه على النار حبة جوز الهند معاه، مش هيحصل حاجة يعني. هجيب بقى كده برطمان يكون ناشف خالص، ما فيهوش مية خالص، زي ما انتي شايفاه كده. برطمان، علبة، كيس بلاستيك، المهم يكون ناشف ما فيهوش مية. وافضي كده المكونات اللي انا عملتها دي كلها في البرطمان. البرطمان ده كبير على فكرة، مش صغير. شايفة الكمية اللي طالعة قد ايه؟ انت بقى عايزة تضعفي الكمية ضعفيها، عايزة تعملي الكمية دي وتجربي اعمليها، بس صدقيني مش هيقعد عندك. يعني انا البرطمان ده بعمله ما بيقعدش عندي اسبوع. طبعا احنا عارفين الشتاء، والشتاء بيحب بقى المشروبات السخنة وكده، ما بيقعدش عندي بصراحة. أنا بقالي حوالي 5 سنين بعمل السحلب البودر ده في البيت، لأن بصراحة كنت الأول مهما نجيب سحلب بودر من بره بحس إني بشرب مهلبية خفيفة، بس ما بحسش بطعم السحلب بتاع زمان. من ساعة ما بدأت أعمله لا، سحلب سحلب سحلب، يعني البندق اللي كنا بنشربه زمان.
بس احنا بقى هنضيف عليه كمان فواكه. يلا بينا نعمل كده كوبايتين ونشوف. ادي السحلب بتاعي، انا بحط للكوبايه الكبيره معلقه كبيره مليانه زي ما انت شايفه كده، بيديني القوام الحلو المعقول. حابه تقلي تقلي، حابه تخففي خففي، انت وراحتك. بس انا القوام المعقول الحلو بحط معلقه كبيره مليانه لكل كوبايه، والسكر طبعا حسب الرغبه. انا هنا عشان هعمل كوبايتين كبار، كوبايتين صغيرين عشان ولاد بنتي القطاقيط الصغننين كانوا عندي، الولدين الصغننين، فعملت لهم الكوبايتين الصغننين دول ليهم، كانوا قاعدين معايا في اليوم ده فعملت لهم الكوبايتين الصغننين دول. وحطيت طبعا اللبن على حسب عدد الكوبايات. حابه تحطي نص لبن ونص ميه حطي، احنا كده كده حاطين لبن بودر، بس انا حبيت اعزز الطعم فحطيت لبن ساده. طبعا بتقلبي كله على البارد عشان ده فيه نشا وفيه دقيق رز، فبقلب على البارد الاول وبعد كده بشغل النار زي ما شفتي كده. وبرضو ايدي فيه، ايدي ما سيبهوش علشان ما يكلكعش لغايه لما يوصل للقوام بتاعي ده ويفور كده بالطريقه دي كده. خلاص انا هطفي عليه، ما تقليهوش قوي لان هو لما بيهدى شويه بيبرد شويه بيتقل كده. بقى يلا نصب في الكوبايات بالظبط كده. ما تمليش الكوبايه، اعملي حساب الفواكه اللي هتحطيها، لازم تسيبي لها مساحه. دول الكوبايات بتاعت قطاقيتي الصغننين حمزه وعدعي. نكمل الكوبايات كده، احنا عاملين بالمعيار فهتلاقي الكوبايات بالظبط. نجيب بقى منديل مطبخ كده وننضف الكوبايات بتاعتنا كده من بره عشان الشكل العام. احنا اللي هنشربه مش هنقدمه لحد، بس احنا برضو يعني احنا احسن من اي حد، احنا لازم برضو نشرب حاجة كده يكون شكلها حلو. الفاكهة اللي عندك بقى حطيها، عندك رمان، عندك تفاح، عندك فراولة، عندك موز، عندك مكسرات، الفاكهة اللي انت حباها حطيها. انا حطيت فراولة وموز. حطي بقى كده الفاكهة اللي انت عايزاها. ايه رأيك في الشكل الجميل ده؟ ايه رأيك؟ تنسينيش سبسكرايب لايك شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. والفيديو ده لو جاب لي مشاهدات عالية وجاب لي لايكات هنزل لكم فيديو بعد كده الهوت شوكليت. ايه رأيكم؟ هخليكم تعملوا المشروبات السخنة في البيت، مش هتشتروا حاجة، كله هيتعمل في البيت. ايه رأيكم؟ بس ما تنسونيش بدعوة حلوة وجربيه واكتبي لي في الكومنتات طلع ازاي، واكيد من ايدك هيبقى احلى. ما تنسينيش بدعوة حلوة واللايك لايك لايك لايك، اوعي تنسيني في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.